حركة القطارات بمترو الأنفاق بالخط الثاني شبرا الجيزة بين محطتي شبرا والخلفة والنهاردة بعد الظهر. ده كان بسبب خروج إحدى عربات القطار عن القضبان أثناء مروره بتحويلات شبرا، وهو داخل محطة شبرا الخيمة قادما من محطة المنيب. تسبب خروج قطار الخط الثاني شبرا الخيمة المنيب من على القضبان عند تحويلة شبرا الخيمة إلى تعطل حركة القطارات القادمة من شبرا الخيمة إلى المظلات مدة تزيد على 3 ساعات، وأدى العطل طبعا لتكدس الركاب في المحطات بسبب تسيير القطارات، ولم يتسبب خروج القطارات عن إصابات بين الركاب، بس طبعا زحمة وحر ووقفة، يعني عطلة من الآخر. المستشار عدلي حسين بيقول إن المواطن المصري من يوم ما بيتولد لغاية ما بيموت بيكلف الدولة 10 مليون جنيه. أقول لكم هو حسبها إزاي. هو بداية حذر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية من خطورة الزيادة السكانية وإن هي بتلتهم الموارد الدولة المختلفة، وقال إن المواطن الواحد في مصر بيكلف الدولة ما يقارب 10 مليون جنيه من يوم ما بيتولد لغاية ما يموت. ليه بقى؟ لأن الدولة بتوفر له كافة الخدمات اللي بيحتاجها، الأمر الذي يستلزم مليارات لتحقيق حياة أفضل في الوقت اللي بيعاني الاقتصاد المصري من صعوبات في مواجهة الأزمة. وأكد أن القضية السكانية بتشغل بال القيادة السياسية في مصر من سنة 1952 لغاية دلوقتي، وقدرت الزيادة السكانية من وقتها لغاية دلوقتي بما يقارب 60 مليون نسمة، مما يمثل انفلاتا في عدد السكان تحملتهم الدولة بمختلف احتياجاتهم، مما يثبت المقولة الشهيرة بأن مصر محروسة رغم قلة الموارد. بس المستشار عدلي حسين في أكتر من حاجة ما قالهاش. أول حاجة مثلا المواطن في أوروبا بيتكلف كام؟ في سويسرا مثلا اللي هي بلد فيها رخاء، أو في فرنسا هنقول بلد فيها شوية مشاكل اقتصادية، أو في إنجلترا اللي بين الاتنين. طب والمقابل اللي بياخده مقارنة بالمقابل اللي بياخده هناك، بلاش المواطن في مصر اللي راح مدارس بفلوس وراح اتعالج بمستشفيات بفلوس وأخد دروس خصوصية بفلوس، دي المفروض دي خدمات بتقدمها له الدولة. طيب ما قدمتهاش وهو اللي دفع ثمنها، طب هل له حق ان هو يطلب من الدولة فرق الفلوس دي؟ يعني من ال10 مليون كده يطلع لنا كام؟ على كل، عارفين الزحمة الشديدة اللي في البلد قلت لكم كان فيها أكتر من سبب النهاردة. من بين الأسباب بالإضافة طبعا لموضوع القطر اللي حصل، كان في إغلاق كوبري التونسي وكوبري السيدة عائشة، اتقفلوا بسبب الحرائق اللي حصلت اليومين اللي فاتوا. أفكركم الحادثة اللي حصلت في حريق سوق الجمعة واللي أدت لإغلاق كوبري التونسي، بس كوبري سيدة عائشة كان اتقفل عشان خاطر اعوجاج وحريق، بس كان بسبب سيجارة عملت حريق اتسببت في ماس كهربائي. على كل حصلت كمان انفجار أسطوانة غاز وبقت حريقة في الملابس، وتصوروا في الآخر طلعت سيجارة هي سبب في كل اللي حصل في كل المشكلة دي، بينما السيدة عائشة كانت حاجة تانية. المهم انه كوبريين اتقفلوا، وده احد ده اسباب الزحام الفظيع اللي احنا حاسين فيها اليومين دول، خصوصا في وسط البلد والمناطق المحيطة. بقالنا كام يوم من ساعة ما ابتدت الثانوية العامة واحنا بنتكلم على يوميا تقريبا، يعني كان في 5 أو 6 مراقبين اتوفوا في خلال مراقبتهم لامتحانات الثانوية العامة. الخبر بيقول لم يتقدم أحد من المراقبين المتوفين باعتذارات، وده بشهادة أهاليهم. وبهذه الكلمات طبعا أجاب الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم
على من يحمله مسؤولية وفاة المراقبين الستة أثناء تأدية أعمال المراقبة في امتحانات الثانوية العامة. وقال وهو بيلتقي النهاردة في نقابة الصحفيين إن أهالي المتوفين أكدوا وده خلال لقاءات قابلهم فيها ان ذويهم كانوا اصحاء تماما، واكدوا في لقاءات تلفزيونيه، يعني مش بس التقوا بيه، يعني ان طلعوا في التلفزيون وقالوا انه كانوا اصحاء وما كانش عندهم اي امراض تسببت في وفاتهم اثناء المراقبه. واعترف بان توزيع المدرسين للمراقبه هذا العام كان بعيدا جغرافيا للكثيرين، وان الاختيار بيتم كل عام عن طريق اختيارات الكمبيوتر ومش مسؤولي الوزاره. وحول تدني مستوى استراحات المراقبين قال لم تكن عمرها الاستراحات 5 نجوم، وهو عارف ان المدرسين اهم منه، ده اللي قاله، واعمل على توفير افضل الاماكن لهم، بس وفرنا في حدود الامكانيات المتاحه التي يراها افضل قليلا مما كان من قبل. نروح لتقرير، ومجموعة من أصحاب الأراضي وساكني مدينة العياط اشتكوا من استيلاء أحد أصحاب النفوذ على مجموعة كبيرة من أراضيهم، ورغم حصولهم على أحكام قضائية بتمكنهم من أراضيهم، بس الحكم مش قادرين ينفذوه. هم بعتوا لنا، استنجدوا بينا في فقرة هموم الناس، فإحنا بعتنا لهم كاميراتنا وصورنا التقرير اللي جاي. الشركة دي جت من قيمة ل10 سنين، قالوا هنزرع وهنستصلح، وزي ما انت شايف كده لا حد شاف منهم زراعة ولا أي حاجة. وحضرتك جايبينها من بحر من طهمة، جايبينها بحت يعني في الآثار، وزي نظام عصابات بينزلوا على أي حتة أرض يستولوا عليها ويضربوا الناس في بعضيها، وياخد ده من ورا ده، يدوا فلوس والكلام ده، وياخدوا الأرض عافية ويبحثوا على الآثار ولا بيستصلحوا أراضي ولا بيعملوا أي حاجة ولا زرعوا أي حاجة ولا يزرعوا. مجموعة من البلطجية الخارجين عن القانون قاموا بدخول الأرض بالسلاح الآلي والإطلاق النار في الهواء لإرهاب المزارعين بهذه المزرعة. قمنا بالاتصال بمركز شرطة العياط في ذاك الحين، فلم يستجب معنا أحد المسؤولين بمركز شرطة العياط، مما اضطرنا للاتصال بالنجدة، وتم على أثرها عمل محضر بالتلفيات المبدئية، ثم توالت عملية التعديات، وقمنا بتحرير عدة محاضر ومنها صدر فيها أحكام بالحبس لشقيق صاحب الشركة. الأرض معايا من 98، وفوجئت ليلة 27 رمضان 2007 بحوالي 27 واحد مسلحين بسلاح آلي وذخيرة ما تعدش حوالي ألوفات. 2007 هاجمونا ومهاجمة شرسة، واحنا طبعا ناس غلابة فلاحين ما نقدرش غير ان احنا نزرع ونفلح في الارض فقط لا غير. فهاجمونا مهاجمة شرسة لدرجة ان الفلاحين في الغيطان اثار الرعب والفزع. احنا عندنا الفرد بتاع الشركة بيقدر اكتر من ضابط الشرطة، لانه كل بقى بيخاف منهم جدا، لدرجة ان احنا عندنا عمدة البلد بيجهز لهم العيش عشان يجي ياخدوه يوميا لانه خايف. في 3000 فدان متخصصين للشباب في قرية جرزة والقطوري وكفر جرزة والرقة. 3000 فدان متخصصين في المجلس المحلي القطوري خصصهم للشباب. لحد دلوقتي القرار ده طلع وصدر ولحد دلوقتي ما اتنفذش ليه برضه مش عارف. جايبين ورق من الاملاك وقالوا روحوا صلحوا عشان نروح نعين لكم، فروحنا خدنا الشباب ورحنا عشان نصلح، مات منا واحد. طب انا بعد ما مات ده انا اروح اعمل ايه؟ يعني احنا عايزين مسؤول يشوف القرارات اللي كانت طالعه في الجبل دي للمصلحه العامه للبلاد دي، هم نايمين عنها ليه؟ طردونا واحنا ومجموعه الشباب من الارض اتخذت شبه مزروعه، اتخذت بمواسيرها واتخذت بارضها. النهارده الشباب كلهم مش عندي بلدي، مش في بلدي بس، مش في جرزه، في مركز العياط عندنا في الظهير الصحراوي 14 قريه اتنهب الظهير الصحراوي بتاعهم. كان هم الامل بتاعنا، كان هم المستقبل اللي ممكن نبني فيه، كان هم الامتداد الطبيعي لقرى مركز العياط. لم نحصل على شبر من الارض حتى الان. مطالبنا احنا عاوزين الحكومه تقف معانا ان احنا نصلح شويه الارض اللي هم في الجبل، كميه ارض ونشتغل فيها بدل ما بنروح اي مصلحه حكوميه من الشغل.